السلامة بحباب زينة القضاء. اليوم جبت لكم وصفة رائعة من المعسلات التقليدية. تقدروا تحطوها مع قهوة العصر، مع لاتاي في السهرات، في المناسبات، الأعراس، الخطوبة. المهم تحمر الوجه وتجي معسلة حتى لقلبها. شوفوا كيفاش طرية ومعسلة ما شاء الله. المقادير عندنا 250 غرام سميد متوسط، 200 غرام فارينة، شوية فانيلا، قرصة الملح. نخلطوا النواشف، نضيفوا لها 150 غرام زبده. اللي ما عندوش زبده واستعملتوا المارغرين تقدروا ديروا شويه من هاد لاباط داغوم، وتليموا بالمزهر حتى تحصلوا على عجينه طريه. ديروها لي داخل ساشي تاع الكونجيلاسيون تاع 2 كيلو. دوك نوريها لكم. وتبسطوا العجينه داخل الساشي حتى تدي لا فورم تاع الساشي. شوفوا كيفاش دات معايا لا فورم. لا فارس عندنا 150 غرام اللوز بالقشره، 50 غرام جوز، وليمون بالمعجون. انعم بالمعجون حتى تحصلوا على عجينه كيما هذه متماسكه. عاودوا حلوها داخل الساشي دو كونجيلاسيون واحد اخر، وبسطوا لي لا فارس فوق العجينه الاولى. شوفوا حليت الساشي وحطيت لا فارس هذيك فوق الاخر وبديت نرولي ونخرج النفس. شوفوا كيفاش راني نخرج، راني بيده وحده يا البنات، مي معليش. المهم توصل لكم الفكره. نسوديو من التحت بيان كوم يلفو، نحطو ساشي في القالب كيما راكم تشوفوا، وحطيت العجينه وبديت نستويها باش تجيني كامل على حبه واحده. نحطوها في الفريجيدار 30 دقيقه على الاقل. من بعد شوفوا كيفاش تحكم معايا لافا. نقطعوها ونستويوها بالكوبات، نحطوها في الفوق طب 150 درجة لمدة 30 دقيقة. نعسلوها في عسيلة دافية وهي سخونة، لازم بدون إضافة يا البنات وبصحتكم.